نينجا علامه من علامات الموضه في الشرق الاوسط، ودي حاجه تبسطني. وخاصه انا بحب الفاشن الموضه، وبحب التكريمات. بالنسبه للفنان اصلا بتدي بوش قدام، بتخليك واثق ان انت ماشي على خطه ثابته. سعيده قوي بتكريم النهارده. من وجهه نظرك احسن مصمم ازياء في 2016؟ لا، في كتير، كل واحد على حسب يعني مصر دايما فيها ديزاينرز كتير قوي ومختلفين، كل واحد ليه فكر وليه ابداع معين. يعني انا من وجهه نظري انا بحب ديزاينر شريف نصر، هو دايما اللي بيعمل لي الحاجات اللي انا لابساها، هو اللي عامل لي الفستان اللي انا لابساه، عمل لي فستان فرحي عمل لي حاجات كتيره قوي. وفي ناس تانية كتيره حلوه قوي، بس على حسب كل فنان بيرتاح ليه. فيلم الجيت ان شاء الله نازل قريب. انا احمد بدير ومحمد شفنكيري وميار الغيثي، ومعانا نجوم كتير قوي. سيدة اعمال قادرة قوي تتفوق على احمد بدير، او هي اللي بتمشي يعني. دور مش كبير بس الدور عجبني لانه بيتكلم عن شخصيه مختلفه ما عملتهاش قبل كده. وبعمل فيلم اسمه يجعله عامر، انا احمد رزق وبيومي فؤاد وبوسي واخراج شادي علي. بعمل قبل انا وبيومي فؤاد حلو، شخصيتين متدينتين قوي، كوميديا عاليه يعني. يا رب يعجب الناس. 2016 بتمثلي حاجه من بتمثلني ان انا عملت فيها احلى حاجه في حياتي اللي هو اتجوزت وخاصه الانسان اللي انت بتحبه يعني. دي كانت او احلى ميزه في 2016. يا رب 2017 تبقى حلوه على كل الناس. ميرسي قوي.